هو انا لو جيت قلت لك انا عايز اشرب شويه شوربه بسرعه، اول حاجه هتفكري فيها ايه؟ سهله، اجيب دلوقتي المرقه بسرعه واعملها. مرقه؟ طب انت عارفه المرقه دي عباره عن ايه ولا لا؟ اكيد في حاجات يعني بتخلي نفس طعم الفراخ وكده. انت عندك حق. أيوة. حابه تشوفيهم؟ حابه على اشوفهم. نفس اللي موجود على العلبه بتاعت المرقه. ايه من ورا هنمسك العلبه ونقراها. اول حاجه هنحط شويه كركم، شويه قرنفل. حلوه القرنفل. تحبي القرنفل؟ بتسكن القلب. شويه ايه بقى تاني موجودين على العلبه؟ شويه قرف. حلو القرف. جميله. فكده مرقه الدجاج صحيه جدا حقيقي برافو. حاجه جميله كمان شويه زنجبيل، شويه زيت نخيل بس يكون غير مهدرج. تمام. سهله. نزود عليهم ايه بقى؟ زيت نخيل بس مهدرج. طب احنا عملنا ايه طيب؟ معلش طب. انا بقى بننقل المكونات بالظبط بس عشان ست الكل والمشاهدين يعرفوا هما الحاجه اللي بيستخدموها دي فيها ايه. تمام. نكهه دجاج. عارفه نكهه الدجاج عباره عن ايه؟ عن ايه؟ دجاج مفروم كلام جد؟ ومجفف. كلام جد؟ بعد كده بيحطوا زيت فلفل اسود. ده جميل. الله اكبر عليك. بعد كده هنضيف شويه زيت زنجبيل. جميل. حلو. على فكره زيت زنجبيل ده رائع يا جماعه، بتقدروا تجيبوه من عند العطار ده بس حاجه لوحده يعني. بعد كده زيت توم. الثوم. زيت توم. كل ده لحد دلوقتي ست الكل بتقول مكونات بنستخدمها ومفيش فيها اي مشاكل صح؟ من على العلبه بقى هتحطي برضو شويه نشا. ماشي. كل ممكن. ده الكلام ده مكتوب وحاطين فيه سكر. مش هقلب. تمام. مش عارفين ليه السكر. مش هقلب بصراحه. انا ابتديت لك بالسهل. طب دخل. نخش بقى في اللي بعده. انا عينيا على الحاجه اللي موجوده هنا فيلا. مكسبات لون زي ثاني اكسيد التيتانيوم والترانزيت اللي انت بتقول عليه ترابزين. عندنا بقى شويه كيميكالز مش حابب الصراحه ان انا اصرح عنهم بس هم مكسبات لنكهه الفراخ. والله صراحه هم بيقولوا ان هم فيها شويه فلفل اسمر. هنحط شويه فلفل اسمر، هنحط شويه توم باودر، هنحط شويه بصل باودر. الريحه ايه؟ بص هو انت بعد ما حطيت الحاجات الكيميائيه انا مش حاسه ان انا عايزاه. بس يعني هي ريحة فكرة المرقة. ريحه المرقه بس انا ما ركزتش دلوقتي في ريحتها غير لما عرفت ايه اللي جواها. صح؟ اه. فننصح حبايبنا ممنوع نستخدم مرقه الدجاج عمال على بطال ونعمل شوربه بمرقه الدجاج بس، لان المكعب الصغير او شويه البودره البساط لو بنستخدمهم كل يوم فبعد سنه سنتين بنسال في الاخر انا جالي الضغط من ايه؟ اكيد ما جالكش الضغط من نادي الزمالك، انت جالك الضغط من مرقه الدجاج اللي انت بتستخدمها عمال على البطال. تنصحي الناس؟ لا مش هستخدم المرقه دي. ايه البديل؟ انا اروح اجيب من عند امي. ايوه شويه فراخ شويه شوربه احسن وارخص بكتير. والله ارخص، احسبوها تلاقوا ارخص. ماشي حاجه ثانيه؟ مش قام تعمل علوم؟ مش هبقى اقول